واحد ان احنا طبعا عشان لا تسحب شرعيته فنفقد مركزا عالميا حصلنا عليه يعني عبر سنوات طويلة. الحاجة التانية ان هذا المهرجان بيقدم رسالة للعالم ان مصر لم تتخلى عن دورها الثقافي والحضاري. فمجرد إقامة المهرجان ده في حد ذاته شيء جميل جدا، فأنا سعيد بيه. الحاجة التانية إن يمكن زي ما بيقولوا رب ضارة نافعة. احنا لما نتيجة الظروف دي وقرار ان تبقى الفعاليات كلها موجودة في داخل إطار منطقة الأوبرا، أعتقد ان ده كان يعني كانت اعتقد انه تجربه ناجحه جدا، لانها بتعمل مزيد من الالتحام والحميميه بين كل المشاركين في المهرجان، موجودين كلهم في مكان واحد. فده يعني عامل بالظبط بيفكرني بقصر المهرجانات في كان مثلا، اللي هو فيه كل الفعاليات موجوده في مكان واحد يسهل التواصل بين أطرافها المختلفة. فده يعني كان قرار موفق جدا، أتمنى أنه يستمر في الدورات التالية، مع طبعا مع تحسن الظروف، ان تبتدي بقى المهرجان يبقى له عروض في دور السينما المختلفة في الأحياء، علشان الناس اللي ما تقدرش تيجي منطقة الأوبرا تقدر تتفرج على الأفلام دي، لا تحرم منها يعني. حضرتك طبعا مخرج كبير، فعايز اسالك بقى يعني المهرجان السنه دي في تقدم او في تاخر، وكمان عشان حضرتك حضرت مهرجانات القاهره كتير قبل كده. هو طبعا لابد ان احنا نكون صرحاء ونعترف ان الظروف السياسيه مخليه حجم المشاركه الدوليه نوعيتها مختلفه شويه، ولكن هرجع تاني واقول ان النجاح في اقامه هذه الدوره هو ده الانجاز الحقيقي، ونأمل ان شاء الله في الدورات التاليه مع تحسن الاوضاع واستقرارها تعود بقى دورات مهرجان القاهره الى سابق تألقها السابق يعني. باذن الله تعود. اتفرجت على الافلام المشاركه في المهرجان؟ هو طبعا ما اتيحليش فرصه كبيره، لان للاسف منشغلين في العمل وراء الكواليس، يعني في اشياء اداريه، وفي اعداد سياسه للمهرجانات، ويعني في حاجات الحقيقه شغلان انا شخصيا يعني عنها بقى، لكن كله دي ضريبه العمل العام بقى يعني لازم. طبعا ما ينفعش حضرتك تبقى معايا المخرج الكبير سمير سيف وما اسالكش عن رايك في صناعه السينما النهارده. هو ده سؤال طبعا يعني حديث بقى ذو شجون، لان دايما صناعه السينما في اي صناعه سينما في العالم بتمر دايما بلحظات زي ما بيسموها ups and downs، يعني لحظات ارتقاء ولحظات انخفاض او عدم ازدهار. للاسف الشديد صناعه السينما عندنا في الفتره دي بتمر داون، في إحدى مراحل عدم الازدهار لأسباب كتيرة، مش منها صناع السينما نفسهم، لا، أسباب كتيرة حوالين هذه الصناعة مخليها تصل إلى هذا المستوى. ولكن احنا تعودنا دايما ان يبقى دايما الفترات دي موجودة وهتعدي وتعود السينما إلى سابق ازدهارها، لأن لا يمكن مصر ما تقدرش تعمل سينما، ولا يمكن مصر ما تبقاش رائدة في صناعة السينما، خاصة وإن دلوقتي بقى الطلب على الأفلام كتير جدا، لأن مع ازدياد قنوات الأفلام اللي بتعرض المتخصصة اللي بتعرض 24 ساعة مش هتقدر تفضل طول عمرها تعرض الشوية اللي عندها، يعني هي محتاجة دايما إلى أفلام أخرى عشان تقدر تعرض. فصناعة السينما إن شاء الله يعني في تقديري الخاص يعني بعد الكبوة اللي هي فيها دي هتشهد مرحلة انطلاقة جامدة جدا. طب شايف ان انتاج الافلام الشعبية عمل مشكلة في صناعة السينما؟ لا اطلاقا اطلاقا، وهو دي السينما دايما بتمر بموجات. زمان مش قلنا ايه افلام المخدرات، افلام دايما في يعني دايما ايه موجات كده في الافلام، وهي كلها قائمة او بتعود الى سبب تجاري بحت. يعني دايما النجاح يجد مقلدين له،
حضرتك بتلاقي محل جزم اشتغل في حتة يفتح جنبيه 4 تانيين. يعني فهو نوع من هي ما هياش ظاهرة اجتماعية بقدر ما هي ظاهرة تجارية، ان الناس لقت فيلم نجح بتوليفة معينة او بتركيبة معينة بتحاول تقلده الى ان يبدأ الجمهور في الانصراف عنه فتتغير المعادلة. فيعني ما نزعلش قوي او ما نتضايقش قوي، لان يعني دي يعني موضات بتتغير يعني او موجات بتيجي وتنحسر. طيب حضرتك طبعا مخرج مسلسل ابن موت، شايف ان المسلسل خد حقه؟ هو طبعا ما اقدرش اقول ان خد حقه، ولكن ما اقدرش اقول ان ده كان شيء متعمد او ان ده زيه زي مسلسلات اخرى كثيره جدا راجعه الى ان وجود عدد هائل من المسلسلات في فتره شهر رمضان، ولا يوجد طاقه بشريه تستطيع استيعاب هذا الكم. يعني ده انا حتى كمان يعني انا نقديا يعني انا بأشفق على النقاد انه يقدر ازاي يتابع هذا الكم عشان يقدر حتى يكتب عليه نقد يعني موضوعي او نقد متزن، فما بالك بالجمهور العادي. فطبعا اعتقد ان في اعمال كتيرة جدا ظلمت لأنها لم تأخذ حقها في المشاهدة لأسباب خارجة عن إرادتها. نأمل أن هذا الصراع الجنوني من أجل حشد أكبر عدد ممكن من المسلسلات في فترة واحدة يعني تخف حدته، وإن الأعمال دي يعني لما ينظر إليها بقى في هدوء وبروية بقى بعد فترة من الزمن تاخد حقها. طيب النهارده اليوم السادس لمهرجان القاهرة السينمائي وسموه بيوم الثورة، فعايزة حضرتك توجه رسالة للثورة المصرية النهارده. يعني أتمنى أن الثورة المصرية في انتفاضتها الثانية، إنها شايف إن هي انتفاضة تانية؟ طبعا في انتفاضتها الثانية أو إعادة الإحياء الثاني أو استعادتها مرة أخرى تكلل بالنجاح حتى تتحقق أهداف الثورة الأولى التي أشك كثيرا في أنها تحققت.